يا مساء الفل والورد والخير على كل الناس اللي بتسمعنا في حلقة جديدة من يوترن. غبنا شويتين صغيرين بس رجعت تاني. شيء بداخلي بيشدني لحتة الحديدة، يعني ما ينفعش ابعد عن الحديدة ابدا. المكان اللي بحس كده ان انا بتكلم قوي مع نفسي وبرتب افكاري. فالمايك بصراحة ده يا جماعة عالم تاني، كل واحد فينا عنده حاجة بتخليه يتشد، فبيبقى هو قوي وحقيقته بتبان قوي قدام نفسه، وتحس ان هو ده الشخص الحقيقي الطبيعي. هو ده عايز تعرفه، اعرفه من الحاجة اللي بيحبها او شوفه هو بيعمل الحاجة اللي بيحبها. ده اي حد في الدنيا. فكل واحد فينا عنده الحاجة اللي بتبرز حقيقته الجميلة تجاه نفسه وتجاه اللي حواليه. موضوع النهاردة بصراحة موضوع هو جوه كل حد فينا وبيمسنا ومهم جدا، وانا بتكلم عنه النهاردة عشان هو موضوع بيمسني جدا من جوايا، يعني جدا بشكل شخصي. يعني موضوع ادي الامان. يعني عارف انت، هو انت امتى بتدي الامان؟ على فكرة انا بسألك، ما حدش هيرد عليا طبعا. بس احنا امتى بندي الامان وامتى بنبقى عايزين ناخد الامان؟ يعني انت بتدي الامان في المعنى الحرفي، ولا انت اصلا بتاخد الامان وانت بتقول انا يعني ازاي؟ يعني انا مثلا بقول لحد انا مطمن بوجودك، حاسس بامان في وجودك، انا اخدت منك امان، بس اديتك امان. انه عارف انت اللي يقولك الدار امان، الدار عندي داري امان بالنسبة ليك عشان انت اديتني امان، حسستني بالامان. ده بينطبق في كل العلاقات الاجتماعية بتاعتنا، 2 مرتبطين، مخطوبين بقى، متجوزين، الزمالة، الصداقة، القرابة، ده كله. انت لما بتدي الامان بيجي ممكن عليك وقت كده مخك يعمل وقفة كده، يقولك الله، ما انت ليه خايف تدي الامان تاني كده؟ ما تدي الامان تاني يا عم، او لا اوعى تتأثر باللي بيحصل، خليك زي ما انت بتدي الامان. ساعات من كتر ما احنا بندي الامان بنخاف نديه تاني. ليه؟ يعني انت وارد تعرضت لصدمات معينة او حاجة، يا نهار ابيض انا خايف اقول على حد طيب تاني، لا بص يعني اقول ده طيب جدا وحنين جدا وغلبان ومش عارف ايه، وفجأة تصدم في الشخص ده. يا عم انا خايفة ادي الامان تاني. لا، اوعى تعمل كده، واوعى تبطل تخلي دارك امان للي يستحقوها. ازاي؟ مفيش مانع ابدا ان احنا ندي الامان، بس في اطار المساحة الصحية اللي لا تأذيني ولا تأذي اللي حواليا. يعني انا بدي الامان، انا بتعامل كويس جدا بما يرضي الله وكل حاجه، بس لا هاذي نفسي، لا هحط فيك اكسبكتيشنز كبيره فما تجيش فقع، ولا هاذيك بطريقه ما. يعني احنا الاثنين في المستوى الصحي من المعنى نفسه، فمش هنأذي حد. طب اشرحها لك بطريقه تانية. عارف انت لما تبقى مثلا كائن قافل على نفسك حياتك، كام حاجه اللي انت بتعملهم، الروتين اليومي بتاعك، بتصحى مثلا، انا بنزل شغلي بتاع، برجع في كورس، في دبلومه، في حاجه بعملها، في حلقه، في حاجه في شغلي برتب لها، فكام حاجه اللي في اليوم انا ببقى عارفه مثلا صحينا هنعمل كذا، كلنا كده. فمثلا انا من الناس اللي مش بتخرج كتير قوي ولا بتتكلم مع ناس كتير قوي ولا الكلام ده كله، بس فجاه تلاقي نفسك عملت عكس كل ده. في العادي ما بتتكلمش كتير، بس تلاقي حد انت بتتكلم معاه كتير، تلاقي حد عايز تشوف كل دقيقة، تلاقي حد عايز تشاركه كل حاجة. ده بينطبق برضو على جميع أنواع العلاقات الاجتماعية. انت هنا اديت الأمان وعندك استعداد تكون معطاء. فعشان كده بقولك حلقة النهاردة عن العطاء، انك فجأة وبدون مقدمات هتلاقي نفسك بتدي الأمان لحد، هو هيكون استثناء من كل حاجة، هتعمل كل حاجة في تصرفاتك معاه عكس العادي الباهت بتاع الأيام العادية. أنا طبعا مش بقول إن حياتنا العادية باهتة، لكن الروتين ساعات بيخليها بهتانة. ففجأة تلاقي إن الشخص ده انت لما بتتكلم معاه زي كتاب الإنجليش بتاع المدرسة كده، اللي هو الورك بوك والكتاب الملون مثلا، فانت هتروح تتكلم معاه انت فاتح الكتاب الملون. الورك بوك بقى اول ما بتبطل كلام معاه يروح ينام يعمل اي حاجه، فاهم ازاي؟ فالفكره كلها، او يعني مثال تاني برضو، كانك انت ماشي في الحياه بس كانك بتتفرج على فيلم ابيض واسود، وفجاه لما بتتكلم مع الشخص ده بتلاقي كل حاجه حواليك بقت ملونه، ده الهوا بقى ليه ريحه حلوه، انت ده ازاي ما تعرفش. فالفكره بقى
انت كشخص تتصرف ازاي، والشخص اللي بياخد العطاء ده منك يتصرف ازاي بقى. طيب ما تيجوا نعرف بقى نتصرف ازاي. ولو حابين تسمعوا بقية الحلقة تقدروا ترجعوا لميني راديو اونلاين على يوتيوب. كنت معاكم ندى الشربيني، يوترن. سلام عليكم. طيب في البداية كده احنا محتاجين نفهم الأول. يعني أنا مثلا فلنفرض ان ده حصل اهو، وانا فجأة حسيت ان في حد انا بستثنيه من كل حاجة في الحياة، وهو اللي بحب اشاركه واسمه في كل حاجة، فانا مدياله الامان جدا. فالشخص اللي انت بتديله الامان ده هو كمان حسسك بالامان. فالفكرة عشان ما تتلخبطوش مني ايه، اوعى تبطل تدي الامان. يعني لما تلاقي حد انت كشخص بتستقبل العطاء ده من حد وحسيت انه هو قد ايه شايفك اختلاف عن كل الكون، اوعى تخاف وتجري. مش هنكر ان في قصص وحكايات كتير بنسمعها في حياتنا، هي انه اول ما تلاقي حد بيحس ان انت مختلف قوي عنده، فبتبتدي في البداية متحمس لده جدا، وبعد كده الحماس بيهدى في الاخر بتتخض او بتحس ان الموضوع ده لا مش طبيعي. فين الخدعة؟ لا، اوعى تعمل كده واوعى تستسلم للصوت ده، لانه انت لو اديت حد الامان ده او كنت متحمس في البداية لانك تسمع له وتهتم ولو بجزء بسيط، وان انت شايف ان انت عنده حاجة غير في مكان غير وغير اي حد، وبيديك من وقته ودايما حسك عنده سبيشال كده، اوعى تخاف وتجري وتكش. لا، ما تعملش كده. ليه؟ لان ده يرجعنا للمعنى اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الاول. هو انت مش هتدي الامان بقى؟ ارجع ادي الامان تاني. عارفين المعنى ده؟ لا، ارجع ادي الامان. لانه احنا لو فضلنا خايفين وحاطين كفر كده على نفسنا، اللي هو انا مش هدي الامان لحد تاني لا تصدم، ممكن تضيع من ايدك ناس حساك فعلا انت حاجة تانية خالص عندهم. طبعا احنا كلنا سواسية، بس هو دايما مشاعره تجاهك انك انت في حتة تانية، انت اللي هو اتصرف معاك تصرفات استثنائية ما بيعملهاش كل يوم في شغله، مثلا هو نازل او هو بيعيش يومه عادي جدا، انت كنت سبيشال عنده. هو عمل معاك حاجات كلام وهو اساسا قليل الكلام، عمل لك دوشة في حياتك بس هو مش دوشاجي خالص، بيحكي لك على حاجات كتير بس هو مش من الناس اللي بتحب ترغي، بس هو بيحب يرغي معاك انت. الحاجات دي لازم انت ترجع تدي الامان ليها تاني، وادي لنفسك فرصة. وماما كانت دايما تقولي ادي لنفسك هوادة، يعني سيبي نفسك شوية، سيبي نفسك واديها فرصة تفكر في اي حاجة في الحياة، خطوة شغل، خطوة دراسة، كل حاجة. كانت ماما دايما تقولي ادي لنفسك هوادة، يعني شوفي عشان تعرفي تقيمي صح، ما تتخذيش موقف كده تجري تجاهه مرة واحدة، لا. فتعالوا ندي لنفسنا كلنا هوادة ونبتدي نرجع نشوف اللي شايفني يا عم سبيشال ده انت تتشال على الراس، اديك فرصة، هتكلم معاك. ممكن كمان انا اكون عايزة احطك كده عندي في نفس المكانة والمعزة، بس مش عارف، في حاجة missing out، يعني انا هحاول اجمعها بس مش عارفها دلوقتي. في لاين كده انا بحبه قوي في فيلم انا بحبه جدا، هو قديم شوية، كان بيتقال فيه لاين من اهم الكلمات اللي انا سمعتها في حياتي في فيلم، ومن اعز الحاجات اللي بجد قريبة من قلبي قوي. كانت بتقول فيه الممثلة وقتها she was a taker you need a giver. يعني احنا كلنا محتاجين ان زي ما انت بتعطي تاخد، بس تاخد احساس معنوي اكتر. يعني المعنى هنا عميق قوي، من اكتر الافلام اللي بحبها، واللاين ده فعلا عمري في حياتي ما انساه، لانه اجمل لاين اتقال في السينما، يعني في الحياة. ف ما ينفعش تبقى جيفر طول الوقت، وما ينفعش تبقى تيكر طول الوقت، بس وانس انك لقيت حد في شخصية اللي هو الشخص الجيفر قوي، فحاول انت كمان تكون جيفر معاه، فانتوا الاتنين هيبقى هو تيكر وانت كمان تيكر. فالفكرة في ايه؟ اوعى تكون الشخص اللي دايما بياخد المشاعر او بيهملها وخلاص بيرميها. اوعى تعمل كده. وانس اتحط في طريقك حد شايفك كده، ادي لنفسك هوادة وادي الامان.
ادي الامان بجد. انت ممكن تكون معطاء ولو بدرجة صغيرة، تعمل بالانس رهيب، تخلي كل حاجة واضحة، تخلي كل حاجة في الحياة جميلة. بس تعالوا تاني نرجع ندي الامان بدون المخاوف المجتمعية اللي بقت موجودة قوي. الحياة دي، الدنيا اللي احنا فيها دي، بقى في مخاوف كتير ومن كل حاجة. استثني نفسك، ربنا استثناك وحط قدامك حاجة، اديها بقى هوادة. حط قدامك حاجة كشغل، الحاجة دي انت حاسس من جواك انك لو يعني اخدت الخطوة دي انت هتبقى سبيشال وشاطر وكل حاجة. حط قدامك بنت، حط قدامك شاب كويس، حط قدامك فرصة في دراسة معينة. خلينا نقيس على كل ده ان ربنا ما بيحطش حاجة قدامنا هباء ابدا، بيحطها الحكمة. حتى لو انت ما فهمتش الحكمة دلوقتي، فسلم لأمر الحكيم، هو أدرى منك ومننا كلنا. فخليك دايما من الناس اللي بتدي فرصة انك لما تكون سبيشال عند حد. اصل يا جماعة المعنى ده حلو قوي، تعرف ان انت تكون كده حد بيعتبرك سبيشال، حد بيعتبرك الكتاب الملون في حياته، ودايما عايز يتكلم معاك ودايما عايز يشوفك. هو مش بيعمل لود عليك، بس انت حلو وجميل وتستاهل تتحب، عشان كده هو عايزك موجود، عايز يكلمك، عايز يحكي لك انت او انت ايا كان. فخلينا معطائين في حياتنا، خلينا معطائين في شغلنا، خلينا معطائين في البيت في بيوتنا، خلينا معطائين زي ما كنا وزي ما احنا متعودين ومتربيين، خلينا معطائين في كل حاجة في الحياة. فايه الغلط في ده؟ صدقني وصدقيني، لو احنا ادينا لنفسنا هوادة بس 10 دقايق في اي يوم، وفكرنا مع نفسنا انه بدل ما تقول بني ادم ده رخم قوي لازقه قوي وحاططني في دماغه كده وطول الوقت عايز لا، ادي لنفسك هوادة ان البني ادم ده شايفك حلو قوي عشان انت حلو، مش نرجسيه وغرور، لكن عشان انت عرفت تكسر جواه حاجه هو اساسا قافل بابها، اللي هو مكمل في حياته كده وما كانش مستني انه يحكي مع حد او يتكلم مع حد ما عدا انت. شايفك سبيشال، شايفك حاجه كده، يعني ايه الجمال ده؟ فانت فكر مع نفسك، هتلاقي بجد في حد شايفني كويس كده. مش شرط كل حاجة تيجي بعد وقت طويل، ومش شرط كل حاجة تيجي بسرعة، بس كل حاجة ليها وقتها المتقسم واللي على مقاسها. فتعالوا تاني ندي هوادة وندي لنفسنا هوادة، وتعالوا تاني نرجع معطائين، تعالوا تاني ندي الأمان. افتكر انه ربنا لما بيحط تاني حد في حياتك مديك انت الأمان وبيقولك الدار أمان، افتح الباب وانت مطمن وخليك معطاء معاه، حافظ عليه، لأنه ممكن يكون قلبه ومشاعره أرق من الريشة ومستنيك انت اللي تخبط على بابه. تعالوا ندي الأمان لبعض تاني، وزي ما احنا دايما نكون معطائين، احنا كمان عايزين ناخد مشاعر واهتمام وتقدير ونديهم لغيرنا، علشان احنا الاتنين نستحق. اي طرفين في اي علاقة اجتماعية يستحقوا ان هم يكون عندهم الأمان قبل أي حاجة تانية. طالما تواجد الأمان في الأول، حتى ولو حد من الطرفين حس ده، ادي لنفسك هوادة عشان انت كمان تحسه. ربنا مش بيحطنا في حياة بعض هباء، خلونا ندي لبعض الأمان ونقول لبعض الدار أمان. شكرا ليكم، كنت معاكم ندى الشربيني وحلقة جديدة من يوترن. أتشرف جدا بقراكم، لو حد عنده أي اقتراحات لأي حلقة جديدة احنا جاهزين نعملها. شكرا ليكم جدا. الموضوع لسه مخلص، موضوع حلقة النهاردة، استنوني في حلقات تانية جاية كتير. السلام عليكم.